مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. وبكرة بكرة 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 تبدأ الجولة الصعبة، الجولة الصعبة في دوري روشن. لا بكرة مباريات لطيفة، بكرة تمهيد، بكرة الحزم مع الخلود، نيوم مع التعاون مباراة مهمة، النجمة مع ضمك ما في، لو فاز ضمك بكرة خلاص أعتقد أنه صار في الأمان في الأمان. والنجمة نقول لهم نشوفكم على خير، أتوحشونا. في الرس في ديربي يجمع بين الحزم والخلود، بس مش هذه القضية. روح لليوم اللي عقبه، يوم الجمعة. يوم الجمعة الرياض والاتحاد القادسية مع الأهلي، هي المباراة الأقوى والأهم واللي منتظرة. طبعا معروف القادسية والأهلي، فيصل زيد اكيد يبغى الاهلي يفوز ما في شك. هاني الداوود راح يكون من كبار مشجعي القادسيه. طيب يقول لك انا قدساوي منذ الصغر. عبد العزيز الزلال عارف ايش يقول لك؟ يقول لك يا اخي لو جت تعادل زينه، يعني انا لا ابغى ذا يفوز، ها تعادل طيب، تعادل زين. يقول لك يا بات يا حظ من بات لا خسران ولا فايز. ها لكن عماد السالم ايش يقول القادسيه والاهلي؟ الافضل اتمناه يفوز في لا المباراه. انا اسال من بيفوز فنيا، احنا ما قاعد اخذ راي انطباعي. ها يبغى شرح. شرح. ايوه طب عطني السطر الاخير. السطر الاخير مو الاول. لا مو الاول، الاخير. السطر الاخير. يعني تعرف انت لما يجي واحد في المقدمه يقول لك واقوم انا اقول لا ولكن قال كذا. ولكن عبد العزيز الزلال النتيجه اللي يبغاها هو. يعني عبد العزيز الزلال هو يمكن ايوه. نجي اليوم السبت. يوم السبت كلام كثير. يوم السبت طال عمرك عندك الشباب والأخدود، اوكي، الفتح مع الهلال في الأحساء، والخليج مع النصر في الدمام. والله يا أخي طبعا فيصل زيد أنا عارف جواه يقول يا سلام لو يفوز الفتح على الهلال والخليج يفوز على النصر والاهلي يفوز على القادسيه. يا احمد تصير هاي دعوه ليله القدر. هذه يكون واحد كذا مسوي عمره وعطاها واحده. صحيح. لكم دعوه والدين، دعوه دعوه قويه. لكن الاستاذ هاني الداوود طبعا عنده راي اخر. هو بما انه كنا قدساوي، واكيد هاني الداوود فتحاوي قديم واكثر من خالد السعود، بيشجع الفتح من قلب. والله يا قلبك بيصير عماره. بتشجع القادسيه وبتشجع الفتح. هواك شرقي يا اخوي هاني بيصير. ها اكيد القادسيه فريق مجتهد، فريق قاعد يقدم مستويات جميله،